النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كوكيز مشهورة جدا كلنا بنحبها، وهو كوكيز العبد. وهتشوفوا قد ايه ان احنا لما بنعملها في البيت بتبقى موفرة جدا عن ما نشتريها جاهزة. عشان نعملها هنحتاج 180 جرام من الزبدة، يعني كوباية ناقص معلقتين كبار، والزبدة تكون طرية ما تكونش خارجة من التلاجة. وهنضيف عليها تلت كوباية من الزيت يعني 70 جرام، وعليهم كوباية وربع من السكر البودرة يعني 150 جرام. وطبعا نكون نخلينها عشان ما يكونش فيها اي تكتلات، وعشان النتيجة بتاعتنا تبقى مضمونة يفضل ان احنا نستخدم الميزان او الاكواب المعيارية سعة 236 مللي. بخلط المكونات الاول كده بدون ما اشغل المضرب، وبعد كده بشغل المضرب واضربهم مع بعض كويس جدا لغاية ما الخليط ده يبقى كريمي. احنا ممكن نستخدم المضرب الكهربائي او ممكن نستخدم المضرب اليدوي عادي جدا. في النص طبعا بنلم الجوانب وبعد كده بنضرب تاني عشان نتأكد ان كل المكونات اتضربت مع بعض كويس جدا لغاية ما توصل للقوام ده. دلوقتي بقى هنضيف عليها بيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وطبعا البيضة تبقى كبيرة مش صغيرة، ونضيف عليها معلقة صغيرة من الفانيليا. وبنخلط المكونات كويس مع بعض لغايه ما يبقى الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عامل زي الكريمه كده، بس ما نبالغش في الضرب قوي. بعد كده هنضيف المواد الجافه. معانا 3 كوبايات من الدقيق يعني 375 جرام، وطبعا احنا ناخلين الدقيق، وعليهم ربع كوبايه من لبن البودره يعني 25 جرام، ونص معلقه كبيره من البيكنج باودر يعني 5 جرام، ورشه الملح طبعا ما ننساهاش. هنخلط المكونات كده مع بعض لغايه ما الدقيق ما يختفي تماما، وتبقى معانا عجينه طريه بتلزق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب لو احنا عايزين نعمل الكوكيز كلها بيضة يبقى هنضيف معلقتين دقيق تاني على المكونات دي، يعني اجمالي الدقيق هيبقى حوالي 400 جرام، وطبعا بيزيد او يقل حسب نوع الدقيق نفسه، فاحنا بنضيفه بالتدريج عشان احنا عايزين العجينة ما تفرولش مننا بعد كده. انا هنا قسمت نصين عشان عايزه اعمل نص منهم بالكاكاو، فالنص حطيت عليه معلقة من الدقيق ولميته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص العجينه البيضه بتاعتنا جاهزه. اول ما نمسكها شايفين طريه جدا لكن ما بتلزقش في ايدينا. وخدوا بالكم احنا بنلم العجينه لغايه ما الدقيق ما بيختفي لكن ما بنعجنش. بعد كده هنغطيها ونحطها في التلاجة. النص التاني انا هضيف عليه معلقه كبيره كده هرميه من الكاكاو الخام طبعا الغير محلى، وهلم العجينه برضو بالراحه لغايه ما الكاكاو يختلط بالعجينه، وهحطها برضو في التلاجة. احنا بنسيب العجينه ترتاح في التلاجة من نص ساعه لساعه. مهم قوي بس ان احنا ناخد بالنا ان احنا ما نزودش في المواد الجافه عشان العجينه واحنا بنشكلها بعد كده ما تفرولش مننا. لو حصل وفرولت ممكن تضربوا معلقه زبده كويس قوي كده بالمعلقه او بالمضرب لغايه ما تهيش وتبقى كريمي، ونضيفها على العجينه. في الوقت اللي العجينه بترتاح فيه في التلاجة احنا هنجيب الشوكولاته القوالب دي، اي قوالب شوكولاته تحبوها، وهنبدا نقطعها قطع صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احنا ممكن نستخدم شوكولاته دارك او شوكولاته بالحليب حسب ما تحبوا. انا هنا هستخدم ميكس الشوكولاته الدارك والشوكولاته الحليب. طبعا نبقى مطلعينها من التلاجة قبلها بشويه عشان تبقى سهل معانا ان احنا نقطعها مكعبات صغيره بدون ما تفرول مننا جامد. كده خلاص الشوكولاته جاهزه. هنجيب بقى العجينه من التلاجة ونبدا التشكيل. لو عايزينها بالظبط زي كوكيز العبد هي بتبقى وزنها 15 جرام، فاحنا ممكن نوزن العجينه 15 جرام ونضيف عليها قطع الشوكولاته من فوق كده زي ما احنا عايزين، او ممكن نوزنها 13 جرام وتبقى بالشوكولاته نفسها حوالي 15 جرام، فكده برضو تبقى زي وزن كوكيز العبد. مهم طبعا بعد ما بنوزن العجينه ان احنا بنطريها كده ما بين ايدينا، وبعد كده نكورها ونبططها حاجه بسيطه، وبعد كده بنحط عليها الشوكولاته. ممكن يبقى فيها تشقيقه خفيفه قوي كده من الطرف، دي ما فيهاش مشكله، لكن لو كانت مشققه جامد زي ما قلت لكم او مفروله يعني جامد، ممكن ان احنا نضرب معلقه من الزبده ونضيفها على العجينه بتاعتنا. واحنا بنحطها في الصينيه نحاول نخلي في مسافات ما بين الواحده والتانيه لان هي بتكبر في الفرن بعد كده. طبعا قبل ما نبدا التشكيل بنكون مشغلين الفرن على 180 عشان تبقى سخنه كويس. بعد ما نخلص التشكيل ندخل الصاج على طول في الفرن. بعد ما خلصت تشكيل كوكيز الفانيليا هعمل كمان الكوكيز الشوكولاته نفس الطريقه بالظبط، نفس الوزن بنفس كل حاجه، وطبعا نسيب مسافات زي ما انتم شايفين كده. بعد ما اخلص تشكيل كل الكميه هبدا بقى ادخلها الفرن على 180، بتاخد تقريبا 20 دقيقه، يزيد او يقل حسب الفرن بتاعكم، المهم لغايه ما تاخد لون ذهبي من تحت وعلى الاطراف كده شويه. هنطلعها تبقى طريه شويه نسيبها، بعد شويه هنلاقيها تماسكت وبقت هشه ومقرمشه وطعمها بجد يجنن جدا. شايفين اللون الحلو بتاعها اللي واخداه من تحت ازاي؟ نسيبها كده بقى لغايه ما تبرد تماما، يعني ممكن نسيبها في الصاج كده 3 4 ساعات لغايه ما تبرد تماما ما يكونش فيها اي سخونه. بعد كده ممكن نحتفظ بيها في علبه تكون محكمه الغلق عشان تفضل معانا مقرمشه بالشكل ده. المقدار ده هيعمل معانا من 60 ل 70 حبه كوكيز حسب طبعا الوزن 13 ولا 15 جرام. يلا بقى جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.